ولادنا مش بيتأذوا نفسيا من أحداث الحياة على قد ما بيتأذوا من إن هم لوحدهم مع مشاعرهم في أحداث الحياة. علم النفس أثبت إن الولاد ما بتتأذيش نفسيا من الطلاق على قد ما بتتأذي من اللي بيحصل في الطلاق، سواء إن إحنا بنتسحب في مشاعرنا ونسيبهم وننساهم وننسى وجعهم ومشاعرهم هم، أو إن إحنا نحملهم فوق طاقتهم ونحطهم في النص وشوف باباك عمل وشوف مامتك، أو من اللي بيشوفوه بينا من أذى وإهانة خلال الطلاق أو بعد الطلاق. وبالتالي علم النفس أثبت برضو إن الطلاق الهادي المحترم أصح نفسيا وأرحم بكتير على نفسية الأطفال من الجواز المستمر على الإهانة والقسوة وعدم الاحترام. ده مش تشجيع على الطلاق خالص ولا تسهيل له، ولكنه مثال واضح لأن احنا بنشوفه شبح وأكتر حاجة مؤذية، ولكن التعامل معاه بما لا يرضي الله هو اللي مؤذي. فأي أذى نفسي ولادنا بيتعرضوا له، من أول إن احنا ساعات بنغلط ونقصر معاهم، أو ظروف صعبة بيعيشوا معانا فيها في الحياة، أو حتى مشاكل وأزمات بيقابلوها بره البيت، أكتر حاجة هم محتاجينها إن هم ما يتسابوش لوحدهم مع مشاعر أكبر منهم فتتحفر جواهم وتعيش معهم العمر كله أذياهم. في الوقت ده محتاجين تواجد وحضن وطبطبة وسؤال عن أحوالهم وتفهيم وتبسيط للأزمة وسؤال عن أحوالهم مهم جدا، مش دفن الموضوع تحت السجادة ظنا مننا إن ده أحسن لهم، وطول ما الولد بياكل ويشرب هو متراعي. المواجدة النفسية أكتر حاجة مهمة على صحة الولاد النفسية. أي طفل هيعرف ياكل لوحده ويشرب لوحده ويلبس لوحده، بس مش هيعرف يتعامل مع مشاعر صعبة أكبر منه لوحده.